عارف شيكابالا؟ شيكابالا محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، وانا بقولها لك بالاسم الثلاثي اهو عشان تقريبا ما فيش حد في مصر ما يعرفوش. انا اخر واحد خلقه ربنا في الدنيا، اخر انسان على وجه الارض اتوقع انه يقول كلمه حق او كلمه خير في حق النادي الاهلي هو شيكابالا ده. شيكابالا ده راح قعد في قناه النادي الاهلي. شيكابالا لغى الماتش يوم ال 74 شهيد الله يرحمهم. شيكابالا يعني ليه مواقف حلوه، بس انا ما كنت يعني عندي ظن فيه ان عمره في حياته ما هيتكلم كوره عن النادي الاهلي كويس. هو في المواقف الانسانيه ذكر، انا معاك في اي حاجه مواقف انسانيه، انما كملعب وكرياضه وككوره وكاهلي وزمالك انت المنافس الاول والاخير للزمالك وبالذات النادي الاهلي، لان انت معلم علينا كتير، انت عامل معانا الغلط كتير، فانا ما ينفعش اتكلم عليه خير. النهارده بقى الاستاذ شيكابالا قاعد مع الكابتن ابراهيم فايق في التلفزيون وبيتكلموا على ماتش الزمالك او الكارثه اللي حصلت لنا في ماتش الزمالك، واننا تروقنا من النادي الاهلي بعد ما كنا يعني في اول 10 دقائق 2-0 على كلام شيكابالا. قال لك الزمالك اول 10 دقائق 2-0، بس الشوط الثاني بص بقى عشان انت هترجع للفيديو بتاعي اللي فات وهتسمع نفس الكوبليه اللي هو قاله دلوقتي ده. قال لك الاهلي الشوط الثاني الزمالك فتح الجيم، الاهلي رجع اتعادل وجاب جون كمان، ولو كان عايز يجيب التالت والرابع والخامس كان جابهم. نفس الكوبليه اللي انا قلته دي شهاده حق. النادي الاهلي النهارده والله العظيم ثلاثه يا جماعه كانت هتبقى كارثه، كانت هتبقى فضيحه، كنا هنبقى مسخه اكتر ما احنا متبهدلين او كنا متبهدلين معاهم على مر التاريخ. النهارده كانت هتبقى ضربه فاصله، يا اما ليا يا اما ليهم، هم اختاروا ان هم يمشوا اليوم كده برحمه، يعني رأفوا بحالنا. انا قلت الكلام ده في الفيديو بعد المباراه مباشره. الحكم صفر من هنا، انا عملت الفيديو من هنا، شيكابالا طلع بعد المباراه وانا ما شفتوش، انا لسه شايفه حالا دلوقتي. انا بكلمك، انا بعمل الفيديو الساعه 2 بالليل او الساعه 2 و10 مثلا. شيكابالا بيقول لك الاهلي النهارده كان ممكن يكسب الزمالك 5-1 او 6-1، هو ده عايز يقوله لك، والاهلي ما رضاش يعمل كده. قال لك لعيبه الاهلي لو كانت، بص عشان ده لعيب كوره غيرك انت كمشجع زملكاوي، انت كمشجع وضعك حاجه ووضع اللعيب اللي كان بيلعب في الملعب برؤيته للعيبه النادي الاهلي بتحركاتهم بلعبهم بطريقتهم بمستواهم النفسي والحماس اللي وصلوا له من بعد ما تعادلوا وجابوا الجون الثاني، لا الوضع كان مختلف، لا احنا كنا هنتروق. ده حقيقي والله العظيم، انا بكلمك بكل امانه. النادي الاهلي ما اقدرش اقول حاجه تانية غير ان هو انجح مؤسسه رياضيه في مصر وفي افريقيا وفي الشرق الاوسط. اتمنى لو كنت انا زيك. موضوع ان انا ابقى زيك هيحصل او لا، انا عشمان في الموضوع دوت من 1911 لغايه دلوقتي. على مر التاريخ رجعنا تاريخ الزمالك، انا قاعد ما وريش اي حاجه غير الزمالك. فكره ان انا اخد الدوري او استحوذ على الدوري من النادي الاهلي او على افريقيا او على الكاس او على اي حاجه مش هتحصل، لان احنا شايفين نفسنا على اغرب فترات التاريخ مركز تاني والاهلي بياخد المركز الاول. شايفين بغض النظر عن النتائج اللي حصلت، لعيبه نادي الزمالك بتبقى مقتنعه من جوه منها ان هي مركز تاني، انا مش مركز تالت. فالنادي الاهلي اوتوماتيك، انت واحد جاي لي مكسور نفسك، انت واحد نازل تلعبني مكسور نفسك زي النهارده كده، انت نازل تلعبني خايف مني مع ان انت في حاله اعلى مني، انت خايف مني، خوفك مني يعني خوف نادي الزمالك من النادي الاهلي هو اللي مكن النادي الاهلي من العوده في النتيجه والتعادل، وبعد كده سابنا، جاب جون وسابنا، قال لك كفايه عليهم كده، الناس دي تعبت معانا، الناس دي شقيانه، الناس دي حرام، الناس دي لعيبه، في لعيبه ما عندهاش دم، الجمهور ده يروح مرتاح. فيعني انا يعني عايز اقول لشيكابالا يعني الحمد لله على السلامه، واتمنى كده على طول. ولو انا قلت كلمتين زعلوك مني كانوا حق، اللي انا قلتهم عليك كانوا حق، ان انت عصبي وان دماغك ودتك في 60 داهيه وكان زمانك واحد من احسن اللعيبه في مصر وفي افريقيا وفي الشرق الاوسط والكلام ده، كانوا حق عشان انت دماغك ودتك في 60 داهيه شيكا. والحمد لله على السلامه، وان شاء الله الماتش اللي جاي شيكا ان شاء الله باذن الله، يعني ان شاء الله باذن الله الماتش اللي جاي يعني لو انت شايف حاجه كلاعب كوره يبقى اطلع قولها لهم في التلفزيون قبليها. ما تجيش النهارده بعد الماتش ما خلص وتقول له ده متعارك مع سيف الجزيري راح مقعده، ومتعارك مش عارف مع شيكو بنزا راح مقعده، وشيكو بنزا كل الفرق اللي راح قعد فيها 5-6 شهور وبيمشوه. طب ما هو اللي جابه وهو اللي عارف المشاكل، لو انت عارف الكلام ده من الاول كنت تطلع تقوله، يعني على الاقل تلفت نظر الجمهور والاداره ولاعيبه نادي الزمالك، يعني الفت نظر الناس لو هو مجنون مثلا مدرب في حاجه غلط، الفت نظرنا يمكن نلحق نفسنا المره اللي جايه يعني. سلام عليكم.
عاوزين نوجه الشكر للاعيبه نادي الزمالك يا جماعه على الاداء اللي هم عملوه قصاد النادي الاهلي في المباراه اللي احنا اتغلبنا 2-1. ودي حاجه كويسه ان احنا يعني بنشجع اللعيبه بتاعتنا على حاجات كويسه، جايز يبقى يعني كرم من عند ربنا وفضل ونعمه. اللي خلقك عالم بحالك، عالم ان انت مش حمل تهزيق، مش انت كفايه، انت تعبت. يعني حتى لعيبه النادي الاهلي وانت بتشوفها بتلعبنا بعد الدقيقه 70 بعد ما جابوا الجون الاول والثاني، هم خلاص تحت امرك يا بيه، ما هتلاقيها اهلاوي ماشي. المهم يعني فانت اللعيبه حست ان انت لا حول لك ولا قوه. فانا عايز اشكر لعيب نادي الزمالك لان هو بيلعب باسمي. اللعيب ده لو دماغه فلتت منه اكتر من كده ممكن يوديني في 60 داهيه. اللعيبه دي لو يعني هي شايله مسؤوليه. والنهارده انا مش هتكلم على مستواك في كره القدم، انا هتكلم على مستوى تفكيرك ومستوى يعني ادارتك للامور. يعني في فرق شاسع ما بينك وبين لاعبي النادي الاهلي مهما كان. دي حاجه بقى، دي لازقه بغيرها، دي لعنه، دي لعنه الفراعنه. ده ممكن تروح، اللعنه دي ما بتروحش. يعني ده انا داخل الماتش وعارف ان انا 95% انا هتغلب. انا عارف ومتاكد. ليه؟ مش عشان انت ما بتلعب، مش عشان انت مستواك وحش، ده انتوا كلكم لعيبه كبار. لعيبه نادي الزمالك بشهاده جمهور النادي الاهلي، ولعيبه النادي الاهلي برضه لعيبه كبيره وعلى اعلى مستوى، لان الاهلي والزمالك اكبر انديه في افريقيا كلها. فاللعيبه كلها بسم الله ما شاء الله حلوه. بس انت بتتكلم جوه بقى عند اللعيب، انت بتفكر في ايه؟ وانت يعني النادي الاهلي كان خسران 1-0 70 دقيقه. 70 دقيقه اللعيب ما ارادش ان هو الماتش يخلص كده. هو شايف ان هو اداك فرصتك كفايه، اداك الفرصه، لان هو تعبان بدنيا وتعبان في الجدول وانتقادات واعلامين تتهجم على النادي الاهلي وكل ما تتخيله حصل مع النادي الاهلي فتره. النادي الاهلي كان المركز ال 15 في الدوري. ده فرقه متكسره. انا جاي له واحد واكل علقه هكمل عليه. انما هو انت اديته جون وحاولت تجيب غيره ما عرفتش، فبدات تدافع كويس وبدات بقى ايه تجيب عيال خالتك وقرايبك لعبت. فانا بشكرك ان انت ما عملتش نتيجه كارثيه. واحد غيرك كان باع القضيه وكان ساب الماتش النهارده، كنا 7-8 بالراحه. وكان الى يوم يبعثونا. انا عمري في حياتي اصلا انا مش عارف اكسب الاهلي 5 ولا 4. انا مش عارف احقق الرقم ده. يعني انا كنادي الزمالك مش كمشجع الزمالك انا مش عارف احقق الرقم ده. مش عارف ان انا اغلبك 4 أو 5. فتخيل لو انت بعت القضيه كلاعب نادي الزمالك في يوم من الايام وسبت النادي الاهلي يعمل عليك مباراه تاريخيه وراح سكعك 7-8-9-10 زي ما ربنا يديله من قوه بقى هو في حالته. ما انت بتلعبه النهارده هو متكسر وعنده المستشفى بسم الله ما شاء الله، زيزو وامام وغيره لعيبه كلها لعيبه كبيره وارقامها عاليه وكلها في المستشفى. فهو الاهلي جاي متكسر وعمل فيك كده. فانا بشكرك كلاعب نادي الزمالك ان انت استحملت. بس هل النادي الاهلي لو بيلعب فيه امام عاشور وبيلعب فيه احمد سيد زيزو والاهلي مركز اول او تاني في الدوري والاوضاع مستقره جوه النادي، النتيجه دي هتبقى كده ولا هتبقى اكتر ولا هتبقى اقل؟ ايه اللي هيحصل؟ عشان انا بعمل مقارنات كلها ورقه وقلم. ده النهارده في اسوأ حالاته بقول لك مركز 15 ده جاي لي خلصان. الاهلي جاي للزمالك خلصان. عارف انت دي رصاصه الرحمه. انت هتدي له واحده شكرا سبحان الله الاهلي ركن، العب انت وبيراميدز بقى عيشوا حياتكم. طبعا احنا حبايب هيدونا الدوري وهنخش افريقيا مع بعض والكلام بقى كبير وكلام من ده، والاهلي بقى يخش الكونفدراليه بقى وكفايه عليه كده بقى. ده اللي جه معاك انت. او اللي انت المفروض تعمله مثلا كتفكيرك. ما الاهلي جاي لك متكسر طخ خلاص، جيب جون في الثاني في الثالث في اول ما خلاص. ده الاهلي جاي. الاهلي عمل ايه النهارده؟ الاهلي عمل ايه؟ قبل ال 70 دقيقه وقبل ما الهدف التعادل يجي من النادي الاهلي عمل 4-5 كور كانوا فيهم خطوره. الزمالك عمل كام كوره اكتر منه بكتير وجبنا جون وتعادل ضربه الجزاء. هو فاق خلاص. انت حطيت نفسك في خيار كلاعب نادي الزمالك انك تبقى رقم 1 أو 2. انت اخترت تبقى رقم 2 مع ان احنا يعني ربنا اداك فرصه انك تبقى رقم 1. يعني دي مساعده من عند ربنا بدعاء الناس. اطلع انت مركز اول في الدوري وهو متكسر وجبت جون ضربه جزاء. حافظ بقى، كمل بقى، اتحرك بقى، اجري، اتشقلب، برشم، اعمل اي حاجه. اعمل اي حاجه. انت وقفت النهارده استسلمت. انا الكلمتين دول مش هبطل اقولهم. النادي الاهلي في اخر 10 دقايق احترم الزمالك كميه احترام ما احترمهاش فريق لفريق تاني. لان احنا لو كنا مكانه ما كناش عتقناهم وكنا زماننا كسبنا 5-6 وحققنا الحلم التاريخي اللي احنا بنحلم بيه. هم رأفوا بحالنا ودي الحقيقه.